فارس إلا أنه ديربي الترجي الإفريقي يبقى دون شك أبرز مواجهات الموسم. هام للإفريقي في حوار المركز الثاني وضمان مقعد في كأس رابطة الأبطال الإفريقية، وهام للترجي أسبوع قبل ديربي الكأس أمام الملعب التونسي. اللقاء انطلق تحت إدارة الحكم الإيطالي ترانتالانجي، وبدون مقدمات الدقيقة الثانية السويح يسدد والدفاع في المكان المناسب. 5 دقائق لعب ارجاع كرة خاطئ من الجيزاني، كان بإمكان عادل السليمي استغلال الموقف، لكن تسديدته رأسية فوق العارضة. أبرز لقطة في هذا الشوط الأول كانت في الدقيقة السابعة، ومراد المالكي تسديدة من الطراز الرفيع من بعد 30 متر تقريبا تصطدم بالعارضة. مراد المالكي أبرز لاعبي الترجي في الشوط الأول، توزيعة طيبة في اتجاه جون مارك بينيه والزعلاني يتدخل وكورته في الركنية. بعد هذه الفرصة وبعد سيطرة نسبية للترجي الافريقي بقيادة الثنائي عادل السليمي وطارق التايب يرجع في هذا الشوط ويصبح الاخطر امام مرمى جون جاك تيزيه. في ال10 دقائق الاخيرة الافريقي كان بامكانه التسجيل، لكن لا الزعلاني ولا عادل السليمي تمكنوا من استغلال الفرص المتاحة، وعلى تعادل سلبي انتهى الشوط الاول. بداية الشوط الثاني كانت بطيئة من الجانبين، اللعب انحصر في وسط الميدان مع فرص نادرة، أبرزها كانت عن طريق طارق ثابت بالنسبة للترجي وهشام بن خالد اللي خذا مكان الخلفاوي بالنسبة للإفريقي. نسق بطيء ما كانش يوحي باهتزاز الشباك، لكن على عكس التوقعات كرة ثابتة، السويح في التنفيذ وجون مارك بينيه بمفرده خطأ فادح في المحاصرة من دفاع الإفريقي، وهدف أول للترجي في الدقيقة 70. بقية اللقاء الإفريقي حاول فيها تعديل النتيجة، لكن محاولاته كانت تنقصها اللمسة الأخيرة. توزيعة هشام بن خالد ما تلقاش عادل السليمي، ثم عادل السليمي في مكان مناسب يضيع فرصة سانحة للتسجيل. ربع ساعة الأخيرة لعبت فيها مراد محجوب الكل في الكل بإقحام برينس داي مكان جمال رحومة، لكن الأمور بقات على حالها رغم الفرصة الأخيرة اللي أتيحت لعادل السليمي في الوقت بدل الضايع. هدف ل0، انتصار الترجي وهزيمة تقصي الإفريقي نهائيا من حوار المركز الثاني. قبل من